واشرب حشيش وكفايه اشوف قنبله بتنفجر قدامي قدامي، قنبله بتنفجر قدامي. ارهابي 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 ارهابي. يلا انتوا اقعدوا هناك كده يا ابو معروف عامل ايه؟ احنا جينا في الميعاد اهو. طب كويس ان انتوا جيتوا، اقعدوا بقى على جنب كده. استنى نشوف التليفون مين معاه على التليفون. استنى. الو، انت مين؟ انت بن لادن؟ انتوا ارهابيين بقى وقاعدين مع بعض وبتروشوا عليا على الصبح؟ انت مش مت؟ انت اسمك على اسمه. طيب ايه؟ جبتوا الفلوس والتمويل جاي؟ والله العظيم. طب قولوا وحياة صفيناس كده. اطلب منكم طلب، لما تخلوني افجر نفسي خلوني افجر نفسي في صفيناس، عشان حاجتين. الاولى ان انا نفسي اشوفها، التانية ان انا لو فجرتها اخش الجنة حتف. عشان دي مدمرة الجيل كله، دي مدمراني انا شخصيا، مش عارف اقف بسببها والله. طب تمام، ومين اللي هيجيب الفلوس؟ تمام. طب وكلمة السر ايه؟ سر مش عايزين تقولوا لي؟ طب انا هفهم منين يعني؟ اللي هيجي ده افهمه ازاي؟ طب تمام ماشي، يلا يلا ربنا ينتقم منكم، يلا سلام باي باي. طب الحمد لله. يا ريت كل حاجه. مين اللي بيرزع على الباب كده؟ يا عم احنا ضيوفك، شوف انت. يا شوف انا. انت مين اللي بيرزع كده افتح يا شيخ. ولا ترزعش كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده ايه التلاجة اللي دخلت علينا دي؟ انت في كنز جوه؟ في كنزات؟ كنزات ايه؟ انت ايه يابا؟ انت مين؟ انا المدعو ابو عيشه. ايه ده؟ انت الشاب خالد؟ يا ابو عيشه. لا عيشه عيشه ايه كوتيمو. عيشه دون بابا. مش اري بس يا والمصحف ماله؟ يا عم سيبنا نبسط شويه يا عم، هو كله هم كده. براحتك. طب انت مين؟ ابو عيشه مين؟ ابو عيشه ورحاب ورباب، شويه اطفال كده. انت اطفال؟ انت متجوز؟ لا. امال انت ابو عيشه ازاي؟ احنا عندنا في الجماعه لازم كل واحد يسمي نفسه ابو حاجه. في اللي بيختار ابو عيشه، في اللي بيختار ابو الفتوح، في اللي بيختار ابو اسماعيل. انت تحب تبقى ابو ايه؟ انا ابو معروف. ابو معروف مين؟ انا ما اعرفكش. انت ما تعرفنيش؟ لا. انت بس خش على جوجل واكتب محمد صلاح، شوف هيطلع لك مين. مش انا معروف. انت تعرف حماده زقله؟ حماده زقله مين؟ تعرف عبده البقره؟ بقره انت بتروح التعاون؟ تعاون ايه؟ يبقى انت ما تعرفش. اقعد يا عم استنى يابا. انت كلمه السر ايه؟ انا ارهابي ارهابي. انا يا دي السعد يا دي الهنا. تمام. لو سالتك انت ارهابي تقول لي ايه؟ اقول لك ارهابي وابن ارهابي والارهاب الله عليه. الله عليك يا شيخ. اهلا وسهلا. طب اتفضل اقعد. الامير هيجي. دي الفلوس؟ كله تمام يا الامير دلوقتي عشان نتعرف عليكم بقى، عشان انا ما اعرفكمش. معاك المجاهد سحلب ابو فتله. ايه ده؟ انت تعرف المجاهد سكر بره؟ ده احنا متقلبين سوا يا جدع. انت مسلم لي عليه بقى. اخوك وحبيبك المجاهد ابو العربي. السلام عليكم. عليكم. المجاهد ابو شمسة. المجاهد ابو زعبه. منورنا والله العظيم. بعدين في التليفون ده انا خلاص كده. الو. الو. مين معايا؟ انا وزير الداخليه. انت كمال الشناوي؟ ايوه انا وزير الداخليه كمال الشناوي. طب انت عايز مني انا ايه؟ اسمع يا ابني، اسمع. ايوه. انا عاوزكوا تسيبوا الوكر ده فورا فورا فورا. نسيب الوكر ليه؟ انت مجنون؟ ده انا ارمي عليك انابيب من المجمع عندنا فرتك لك الدنيا ده. يابا مجمع ايه؟ احنا في وكر تافه، ركز. ايوه عايز ايه بقى؟ انا مش عايزكوا تفجروا اي حاجه. اسمع يا ابني، انا هعمل لكم اللي انتوا عايزينه. طلباتكم ايه؟
احنا عندنا مطالب وعايزين ننفذها، انت مطالبك ايه؟ انا نفسي في شقه، انا نفسي في عربيه. وانا نفسي في فسبه. وانا نفسي القى نفسي واد حبيبي وبيه. والله انا عسل. اهدى. هتودينا في داهيه يا ابو معروف. بس يا عم اقعد بس بالتلاجة اللي انت جايبنا لنا بيها دي. الو. اسمعني كويس يا ابو معروف. ايوه، انت عرفت اسمي منين؟ ما انت فاتح لي سبيكر يا غبي. طب انت سمعت المطالب؟ انا سمعت المطالب. مطالبكم ديت انا مش هنفذ منها حاجه ابدا ابدا ابدا. ليه؟ انتوا اخركم معايا وجبات من ماكدونالدز. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انا احبه. طب انا مش بحبه، انا مش بحبه، ما بحبوش انا ماكدونالدز ده خالص. كله عافيه يعني. يا اخوانا، الوزير مش عايز ينفذ لنا مطالب وبيقول لنا اخبطوا دماغكم ببعضيكم. اثبت على موقفك يا ابو معروف. احنا لو مشينا ورا الحكومه هترسى على فول وطعميه. في اوروبا والدول المتقدمه بيقولوا الحكومه كده عيب. استر علينا يا رب. ان الاراده الحقيقيه هي اراده الناس، اراده الشعب. انا عايزكم تعبروا عن ارادتكم بنفسكم. الشبابيك مفتوحه والحكومه كلها تحت. الارهاب الارهاب لا نخلي عيشكوا باب. 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 الارهاب الارهاب لا نخلي. ايه؟ السلام عليكم. ايه الاخبار؟ الحمد لله. الناس جم؟ الناس يا هم دول اللي هيفجروا نفسهم؟ هم دول. هيسمعوا الكلام من غير مناقشه؟ دول فرقات. فجروا في اي حته يروحوا يفجروا؟ يلا في داهيه. ضامنهم الناس دي؟ في رقبتي يا امير. والله قلقان من رقبتك. لا، الراجل ده الامير ابو امير اللي هو انا فاهمهم انا فاهمهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا انا عايز دول هم ضامنهم دول؟ دول عشان بيحبوك بيعملوا نفس حركاتك. فيهم حد فجر نفسه قبل كده؟ طبعا يا امير، الشاب ده فجر نفسه مرتين. ده فجر نفسه؟ فعلا شبه الفارغ فعلا. طب وانتوا جايين كان في حد مراقبكم؟ ايه ده؟ عرف ازاي؟ امير وافكاره اميره. انت ذكي جدا. والله انا حبيته من اول ما شفته. عربيتين امن مركزي ورانا لحد ما جينا هنا والله. ما طبعا لابسين لبس فرنجه لكن سايبين دقونكم يا اغبياء. عندك حق. دي كانت بتشوكني موت. هي اصلا بأستي. ثانيه، وايه الارهاب اللي هناك ده؟ هيشبهنا الارهابي ده؟ لا 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 لا. ايه ضامنهم؟ انت في رقبتي ده. ماشي. دي المتفجرات الكتير اللي انت لابسها، انت جاي تفرتكنا ولا ايه؟ يا ابني، ما الحزام الناسف قبل ما اديه لحد ينسف بيه نفسه لازم اجربه، لو ما اتنسفش ما ادوش لحد، لو اتنسف اديه لحد، ما هو لازم اجرب يا ابني. عزيمه يا مصر. امال ايه؟ 100 100. امال ايه؟ عايز حاجه تاني؟ والقفل ده بقى انت مقفله ليه؟ ما القفل ده بقى اهم حاجه. القفل ده يا اولاد عشان تجبروا نفسكم ان انتوا تفجروا نفسكم، زي اسمه ايه؟ عمر المختار. عمر المختار كان الجيش اللي معاه بيربطوا نفسهم بسلاسل مربوطه في الارض. ليه؟ عشان لما العدو يدخل يقتلهم على طول، ما يقاوموش، يجبروا نفسهم ان هم يقعدوا. عشان كده الحاجات دي كلها. وبعدين ايه؟ القفل ده لعلمك ليه مفتاح. رد. امال ايه؟ القفل ليه مفتاح. يا سبحان الله. انت جاي الدنيا جديد ولا ايه؟ اول مره تعرف ان القفل بيبقى له مفتاح؟ ده عجب، انا بشوف عجب هنا. لا، القفل ليه مفتاح. يا امال ايه؟ طيب اهو ده المفتاح بتاعه، بحيث بقى بعد ما انت بتعمل كده تقفل القفل ترمي المفتاح على طول. يلا مش مهم. وتقوم مفجر نفسك بقى على طول. على طول. معلش بس يا امير، ايه الزرار اللي انا دوست عليه ده؟ انت دوست عليه؟ ايه؟ ده اللي بيفجر. المفتاح بسرعه، المفتاح بسرعه. تعالى ابو معروف، تعالى ما يجراش حاجه. معاه مفتاح تاني، خد اهو، خد المفتاح ده. روح عند الراجل خليه يطلع لنا نسختين بتاع المفاتيح.
ها بس ما تخلوش بقى يضحك عليك يقول لك خد الميداليه دي ويبيعها لك وبتاع. ايوه خلاص طيب بسرعه. ولا اقول لك هو الراجل عارف شكله. ايه ده؟ انت هتفكرنا بالطريقه دي؟ نعم هتفكرنا. انا افجركم بالطريقه دي. استنى في واحد عمو هو انت كنت موصل المفجر؟ المفجر نفسه لا ما كنتش موصله. غريبه، امال فاتوره الكهرباء بتيجي غاليه ليه؟ يبقى كده مش هينفجر المفجر مش هينفجر. الواد ده صح برغم ان هو مش صح لكن شكله صح. ابو زعبل سجن القناطر اخرك يا ابني. ابو زعبل ايه؟ حد يفك معاه البتاع ده. والنبي ابو تعالى يا ابو. انت قلت ايه؟ فاتوره الكهرباء ايه؟ ماشي بالراحه يا ابو نسر. بالراحه ثانيه واحده لان احنا لسه ما انتهيناش. لسه الديناميت ده لازم الاول لازم نفضي كل اللي فيه. صح. عشان الديناميت ده لو ما فضيناش اللي فيه ممكن ينفجر. ما تخافوش كل واحد ياخد ساتر. ايه ده؟ هات اي حاجه اقعد عليها بسرعه هي برضو ماشي. يا ريتني كنت معاهم. ما يا ابني ما هم هنا، روح اقف معاهم، ايه المشكله يعني؟ الحمد لله حولنا الديناميت كله لعسليه. اضرب يلا اضرب. وحوش. ارهاب في البر، ارهاب في البحر، ارهاب في الجو، عسليه. ايوه يا الحمد لله. لا مؤاخذة يعني يا عم العميد، احنا سمعنا ان انت جمعنا عشان عملية. جماعكم عشان عملية إرهابية ضخمة. كل واحد فيكم هيلبس مفجر وهيروح يفجر نفسه في المكان اللي أنا هقول له عليه، عشان عندنا أهداف نبيلة، بس نبيلة نفسها مش عارفة، ولازم يكون كل واحد شايف نفسه إنه يقدر على المهمة دي. خلاص؟ العملية دي بقى ضرب خرطوش؟ تمام كده. نعم. العملية دي ضرب خرطوش؟ لا ضرب خرطوش ده شغل بتاع زمان. يبقى قتل متظاهرين واطفال وكده. لا ده شغل بتاع ناس ما عندهاش ضمير. شويه زيت زيتون على منزل الدعير الزحاليق كله. ده شغل الشيف شربيني. زيت زيتون ايه؟ احنا بنتكلم في متفجرات، ناس هيفجروا في نفسهم وفي كل الناس اللي ما لهمش ذنب اللي حواليهم. امال ايه غلبتنا يا كابتن؟ كابتن؟ الامير ابو امير يتقال له يا كابتن؟ ايه العيال دي؟ العيال دي والله كويسين، دي في رقبتي انا عارف. انا قلقان من رقبتك ده يا ابو معروف. مش هينفعوني. بيقول لي يا كابتن. والله العظيم انا اصلا نسيت اقول له، ما كانش عندي وقت اقول له انت مين. ما عرفتهمش انا مين؟ ما نسيت، ما فيش وقت. كان عندك ايه؟ كنت باخد كورسات. كورسات ايه؟ كورسات ارهاب. بره عني هنا. ما انت منفض لي يا امير. ما انت مش فاهم يا ابني. ما انت مش فاهم، انت غبي. عايزين نحاول نفهم اهو. حاضر ماشي. عموما انا هشرح لكم كل واحد هيعمل ايه بالظبط، بس الاول لازم نتعرف على كل واحد وايه اللي عمله قبل كده. جرى يا ابو البنات، انت جبنا عشان نتهزق ولا ايه؟ انت جاي تجلي مننا ولا ايه؟ يلا بينا يا رجاله. قبه. اقف يلا انت وهو يلا. وهتدخل وكر الارهاب زي خروج ولا ايه؟ كل واحد يعرفني بنفسه واللي عمله قبل كده من سكات. ازاي يعني يعرفك بنفسه وازاي من سكات يا امير؟ انت صح.
مين ده؟ ده ابو عيشه اللي جاب الفلوس. ده اللي جاب التمويل؟ هو اللي بيمول الارهاب. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الامير. الامير. كلمه السر. انا ارهابي ارهابي، انا ياد السعد ياد الهنا. لو سالتك انت ارهابي تقول لي ايه؟ اقول لك ارهابي ابن ارهابي، وكل ارهابي الله عليه. انت الامير طبعا. الفلوس موجوده يا امير. الفلوس موجوده كله تمام. واخبار بلدكم الصغيره اللي مدوخه العالم كله ايه؟ كويسه الحمد لله. كويس. يا سلام، انتوا اللي بتمولونا، ده احنا بص ابعتوا واحنا نقطع على طول. ماشي يا امير. ماشي. ها، انا جاهز احكي على تاريخي يا كبير. اتفضل قول لي. انا بقى بعد اذنك عملت كل حاجه ترضي ربنا، حرقت كل نوادي الفيديو اللي في البلد وما سكتش الا لما نزلت قدامي اطلال. اشمعنى اطلال؟ عشان الاطلال احباب الله. والله ارهابي لذيذ. يا ابو ربيع. عيش. ابو ربيع. ابو ربيع ايه ازاي؟ ابو معروف. ابو معروف. ايه بيقول لك الاطلال احباب الله، هتوصل لكده يعني؟ لا عيش، اصل دول ارهابيين في عمرهم صغير، فيقولوا اللي هم عايزينه يعني؟ كده كده هيموتوا بعد شويه، فسيبهم يتبسطوا لهم حبه في الحياه يعني. ماشي. يلا. اتفضل. معلش يا امير معلش، اصل ابو العربي دماغه لا مؤاخذه مريحاه حبتين. وانت دماغك سليمه بقى. انا دماغي سليمه وتاريخ وبطولاتي يشهدوا علي ان شاء الله. اتفضل قول لي تاريخ. انا بفضل الله تعالى فجرت نفسي 3 مرات. حلو ده. فجرت نفسك 3 مرات؟ نعم، مره في افغانستان ومره في العراق ومره في امريكا، والثلاثه في نفس الوقت. لا ثانية واحدة، عديت لك انك فجرت نفسك 3 مرات، الثلاثة في نفس الوقت ازاي؟ اقول لك انا الاول رحت افغانستان لبست الحزام، رحت على العراق حطيت صوابع الديناميت، رحت على امريكا جبت ريموت الكنترول، جيت هنا مصر برنس ماسك ريموت الكنترول قدام التلفزيون وقاعد اقلب التلفزيون، الحياه والحياه الزرقاء والحياه الحمراء كل القنوات والله. برنس. ده ايه ده؟ ده زي ايه ده؟ ده عبقري ما شاء الله. عبقري ايه؟ ده وهمنا دلوقتي ده بجد. مجنون. ده العقل اللي فيهم؟ ده في رقبتي. اتفضل. اتفضل. انا مش هتكلم عن نفسي كتير، كفايه بس اني اقول لك اني قعدت 17 سنه في السجون والمعتقلات. 17 سنة الظلمة. الظلمة، انت استحمل يا ابني اسبوعين. قعدت ليه 17 سنة؟ ما انا مش عارف بقى، انا لو اعرف السبب والله العظيم هرتاح، بس ما عرفتش. 17 سنة حبسوه ظلم 17 سنة وما تعرفش السبب كمان. هو كان في سبب بس انا ما فهمتوش. ليه؟ ما بعرفش اتكلم الماني، ما بفهمش الالماني. انت كنت محبوس في المانيا؟ كنت مش باين عليا. وانت ايه اللي وداك المانيا؟ انا كنت رايح اتعلم الماني. واتعلمت الماني؟ لا ما اتعلمتش بقى، ما انا قعدت 17 سنه مسجون، هتعلم فين بقى وامتى وازاي؟ اتعلم فين ايه؟ كل اللي حواليك الماني يا ابني، ما اتعلمش منهم ولا كلمة. ايه؟ كل اللي حواليا كانوا بيتكلموا الماني؟ يعني اللغه الغريبه اللي كانوا بيتكلموها دي كانت الماني؟ مالك؟ رجلي الماني. الواد ده مايع بس لذيذ. رجلي الماني. ايه؟ ده العيال ده اصل عمرها صغير والله. هيموتوا بس يتبسطوا لهم حبه في الحياه. ماشي. يلا ابدي اللي عنده حاجه يقولها. عموما انا كده عرفت ايه يعني انتوا ايه تاريخكم وايه العمليات اللي عملتوها. دلوقتي بقى هيجي دوري ان انا اقول لكم على الخطه اللي انتوا هتعملوها. بس انا لسه ما قلتش على تاريخي. لا معلش عايز خلاص. لا انا عايز اقول تاريخي يا كوسه حتى في الارهابيين. تاريخك باين عليك يا ابني، كفايه. لا هقول تاريخي يا ابني مش محتاج اسمع تاريخك خلاص. على الطلاب الثلاثه لو قلت تاريخي ودلوقتي. اتفضل قول تاريخك. ولد المجاهد سحلب أبو فتلة سنة 1990. أول من استخدم البزازة كمولوتوف. كان يتميز بالطائفية والعصبية. كان يقرأ انت هتحكي لي من 1990؟ 20 سنة هيعدوا هوا، اصبر بس هقولهم لك. خش على المفيد. المفيد سنة 1995 أقلعت عن ارتداء البامبرز، ومن هنا ابتدت حياتي العنيفة. ومن هنا 5 سنين بتلبس بامبرز؟ اقعد يا اسطى اقعد. طالما بتتريق علينا قول لنا تاريخك أنت يا عم الأمير. تاريخ أنا؟ ايه انت بتضحك على ايه؟ عظمه يعني. انا بقول تمهيد لحاجه هقولها. ما انا بمهد معاك. طيب هقول انا وانت خش ورايا. ربنا يستر. تاريخي. عارفين البرجين اللي اتفجروا في امريكا؟
بعديهم في شارع شمال كده، واخد بالك؟ بتخش فيه بتلاقي اخر الشارع واحد بتاع رز بلبن، بس هناك بيسموه رايس اند ميلك، وبيبقى فيه فوق الوش شويه ناتس. ايه النقص دي؟ والله ما اعرف يعني ايه. بعديه بقى بتلاقي في واحد كان جايب عربيه 4x4، ده كان صاحبي، بس ايه مش رشه دواخل. بقول لك يا امير، صاحبك وعربيه المساله عواقات. انا ما حكيتلكوش على صاحبي؟ لا. بص الموضوع ده هيطول شرحه، انتوا معلش روحوا بس. فجروا نفسكم وبعدين لما ترجعوا ان شاء الله بقى اقول لكم. لا انا اسمعها دلوقتي. سؤال بس يا اتفضل. امير، هو مش اللي فجر البرجين كان اسامه بن لادن؟ لا هو بن لادن فجر بس ما نفذش. فجر بس ما نفذش. ورجلي الماني اصل انا عمري صغير زي الناس دي والله. احنا جايين نفجر مش نقلش يعني. هموت اصلي بعد شويه فيلا. ماشي. حضرتك عايز حاجه؟ عايزين نسمع الحكايه دلوقتي. لا انا الحكايه هحكيها لكم بعدين عشان هنضيع وقت. مش هنفجر نفسنا إلا لما نسمع الحكايه دلوقتي. يلا بقى. هحكي لكم بعدين نخلص. يلا بقى. هنخلص بعدين يعني عشان والله خساره فيهم يفجروا نفسهم العيال دي. عموما انا هحكي لكم على كل حاجه، بس الاول اقول لكم ازاي تعملوا المتفجرات. هبتدي معاكم الاول بالمولوتوف، وبعد كده اخش مع مرحله القنابل اليدويه والقنابل البدائيه، وبعد كده نخش على الحزمه الناسفه بقى. ماشي؟ يلا. هشرح لكم دلوقتي كيفيه عمل المولوتوف. المولوتوف الاول بتجيب ازازه بيره بتكون مشبره، ولازم تكون مشبره، تجيبوها لي اشربها وبعدين نملاها احنا بقى. هنحط بنزين. انت بتشرب ايه؟ ده المولوتوف يا لا. ده اي حاجه بتشربها. ما مش عارف. إيه امسك نفسك، امسك نفسك. طب هموت. لا مش هتموت، ده اصلا عمرك صغير يعني. دلوقتي ادي ازازه المولوتوف. هنجيب ثانيه واحده معايا اتصال نقول الو. الو سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم سي الامير لو سمح؟ انا الامير، انت مين؟ انا ام ايمن. والله العظيم ده انا بحبك انا وجوزي والعيال. يولع جوزك والعيال. المهم انت ده انت اغلى عندي منهم كلهم. ربنا يخليكي. عايزه تساليني في ايه يا ام ايمن؟ معلش انا كانت فاتتني الحلقه بتاعت القنبله البدائيه وعايزه اعرف هي بتتعمل ازاي. القنبله الابتدائيه اعملها لك انا، ما تقلقيش. عايزه تسالي في حاجه تاني؟ كان عندي استفسار. اتفضلي. دلوقتي لو عايزه اعمل قنبله اكبر عشان افجر ام فاروق جارتي اعمل ايه؟ تفجري ام فاروق جارتك. هي ام فاروق دي تخينه؟ دي قنبله بس ولعه وتحتيها ولعه على طول. وانا جاي لك انا يا ام ايمن. مع السلامه يا ام ايمن، مع السلامه. دلوقتي طريقه عمل المولوتوف سهل. ايوه اتفضل. هو ممكن بدل ازازه البيره ممكن نجيب ازازه برفيوم؟ برفيوم؟ يس. برفيوم ده لو رايح تفجر 6 ستارز يا. المهم بعد ما عرفنا افتح شوف مين. مين اللي بيرزع على الباب ده كده؟ شوف مين. مين؟ انت بتسالني انا؟ مش انت عارف كل حاجه؟ لا روح الناحيه الثانيه يعني. بص اهو. ايوه. عديني بقى وروح، عديني وروح. ده ليه؟ ده عشان كده هو مين؟ افتح يا عم انا الدليفري. ايه ده واحد بيقول لي انا دريفري. بيقول لك انت دريفري؟ بيقول لي انا دريفري. يا نهار اسود. ده انا هنفخ له وشه. روح شوف. تعالى. اوعى يا عم نزل ايدك. سلام عليكم. وعليكم السلام. نزل ايدك دي اوعى ايدك واليونيفورم يا عم. احنا خلصنا من دريفري اما توري يونيفورم. انت عارف اصلا يعني ايه يونيفورم؟ اقعد يا انت مين يا ابني ما تنرفزونيش كده يا انت هتكفيني على وشي. انا ما تنرفزنيش عليه يا ابني. في ايه؟ اقعد يا. يا جدعان في ايه يا جدعان؟ انتوا بتزوني كده ليه؟ ايه يا عم في ايه؟ ما تزونيش. يا عم انت مين يا؟ ما نجيب مضارب بقى ونلعب بقى. ما نجيب مين مضارب ده؟ ونلعب. مين ده ابو معروف؟ انت مين؟ ابو شقره. ايه ده؟ ابو شقره ازاي يعني ايه؟ يعني بنته شعرها اصفر. ابو شقره. بنته دي يا ابني في ايه؟ ما تنرفزنيش عليه. الواد يا عم تعبان في دماغه ولا يا ايه؟ عم. هو انت اللي بتزقني عم. وانا بكلم يا عم. يا ابني ما تنرفزناش. ما قلت ربنا. ايه بتقول ايه؟ انت عايز تضربني؟ انت كنت بتبرطم بتقول حاجه؟ انت عايز تضربني؟ ما انت كنت هتكفيني على وشي وانا جاي. أما- يرضيك كده؟ يرضيك كده؟ يرضيني. يرضيني. انت جاي عايز ايه؟ وانت عشان زمايل عشان زمان. انت جاي عايز ايه؟ جايب لكم كباب. مش انتوا برضو طالبين 9 كيلو كباب؟ لا يا عم احنا مش بنحبه. خده مش وكل بنحبه مننا. ايه؟ مش بنحب حد يسمع كلمه كباب ويقول مش بنحب. ها ابو معروف
جننت في دماغك ولا ايه؟ فعلا ناس ليها كباب وناس ليها الضرب بالشبشب والقبقاب. يا ابني ما تنرفزنيش عليك. ما ناس ليها الجزمه بس انا مش عايز اضربك بيها. تعال سيبه دلوقتي. ترن ده حاطط التليفون الارضي في جيبه. ده عشان صحابه كده. ايه يا جدعان؟ ايه يا جدعان ما تصلوا على النبي كده في ايه؟ يا عم ساعة عشان معايا التليفون. الو الو، مين معايا؟ انا وزير الداخليه. ده انت بقيت صاحبي بقى. يبقى فاضي اكلم مين؟ اكلم ابو معروف بقى نرغي معاه. انت ايه ما انت عندك شغل في الوزاره؟ روح يابا روح يابا عشان هنيجي نفجركم بعد شويه والله. عايز ايه؟ اسمعني كويس يا ابو معروف. ما انا سامعك يا عم. عايز مني ايه؟ الكباب وصل اهو. والسلطات وصلت. ما اكيد جوه. ادفع بقى الحساب. قال لك ايه؟ قال لي ادفع انت بقى الحساب. ده مين؟ ده كمال الشناوي. خلاص ادفع انت بقى. ادفع انت. هو انت بتجيب لي ناس يا ولا وتطلبني ناس عشان يضربوني؟ يا ابني هموتك يا ابني. معاك دقيقه 010. نعم. دقيقه 010. بص مالكش دعوه بيه ومالكش دعوه بيا واتكل على الله يا ابني. اتكل على الله ليه؟ انا جبت الكباب في المكان الصح ولا في المكان الغلط؟ في المكان الصح. ليه بتسال؟ عشان انا نحس. انت نحس؟ ده انا كنت مفكر نفسي نحس يا جدعان، بس الحمد لله جبت الكباب في المكان الصح. الحمد لله. ايه ده اول مره اشوف صابع ديناميت ماشي بيتكلم عادي كده. سبحان الله. شكله يعني انت على طول نحس كده كل مكان بتروحه بيطلع غلط؟ يا استاذ. ليه ايه اللي حصل؟ مره كنت رايح عشان اوصل اوردر، فبخبط على شقه لقيتها والعياذ بالله شقه مشبوهه. قلت الحمد لله ساعه الحظ ما بتتعوضش. لسه هخش طبت عليا مباحث الاداب. طبعا اتنكرت في شكل ملة سرير. ده انا لذيذ قوي. لا نزلت ملفوف في ملايه. ايه؟ نزلت ملفوف في ملايه. نزلت ملفوف في نص ملايه بقى. شفت نحس كيس اكتر من مخده. لا في نحس اكتر من كده. ايه فين النحس اللي اكتر من كده؟ ايه تاني حصل لك؟ رحت في مره عشان اوصل اوردر، ببص لقيته راجل مخدرات. ببص راجل مخدرات. الراجل اللي هو بيبيع الحاجات الوحشه دي. المخدرات. وهوب قام طبب علينا بوليس المخدرات. بوليس المخدرات. المهم ده كله غلط. ها انت دخلتك غلط اساسا. انت يا بتبص لي كده ليه يالا؟ يا عم مالكش دعوه بيا. معلش هو ايه يا جدعان؟ هو ايه؟ مفيش احترام للاشقياء خالص ولا ايه؟ يا حول الله. حول الله. يا جدعان في ايه بس؟ اعمل له ما تعملش انت عنك انت. انا عامل خاطر عشان حضرتك واقف. كويس. لا اعمل حاجه ورينا هتعمل ايه؟ يعني انت كده نحس؟ انا كده نحس. طيب انت عارف الناس اللي قاعدين دول قاعدين على ايه؟ قاعدين على ايه؟ تبقى عارف بس. لا مش اللي قاعدين عليه دي ماده متفجره. امال ايه؟ يعني ايه؟ يعني المكان ده بقى انحس حاجه انت رحتها في حياتك. اقعد والنبي خلاص انا اسف مش هخش تاني. اقعد حاسب انت قعدت على الحزام الناسف. ايه؟ حزام ناسف. ناسف ولا طري؟ طب تعالوا لي بقى. يلا يا جدعان في ايه؟ لا يشم رابعه. كده ليه يا جدعان؟ يشم رابعه ويطلع بره. يا جدعان اديني فرصتي بقى. بس بقى وانت شبه التوفي بالليمون كده. ناسف ولا طري؟ سمعت قال لي ايه؟ ده هيجننا. وانت قلت بن لادن فجر بس ما فجرش. لا ده انا بجد بتكلم بجد. بس تلاقي واد عمره صغير معانا. ايوه ما دام يعني كده. وديتوه فين؟ في البحيره اللي يمت الشلال. في بحيره عندنا يمة الشلال؟ ما تقلقش يا امير احنا تويناه. ماشي. طيب ثانيه واحده بس. ثانيه واحده عشان في حاجه معانا. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ يا امير يا امير. ايه ده؟ مزه. احترم نفسك انت هو. مزة ايه؟ دي الجماعه. طب ما هي الجماعه اليومين دول بقت منحله. حتى الواد ده لذيذ. يا نهار اسود. احترم نفسك. الجماعه دي مراتي. وشك في الحيط انت وهو. اتفضلي يا حاجه. يا امير الحقني يا امير. الحقني يا امير. وانا بستحمى دلوقتي طلعت لي حاجه كده من البانيو زي ما تقول راجل ولا ايه، لابس تيشيرت اصفر وعمال يقرب عليا قوي. اقول له لا مش عليا، ده انا واحده نيه. فقام بص لي كده قلت له لا مش
مش هينفع بقى، رحت واخداه ورميته في عين الحلوان وشديت عليه السيفون. رميتيه في فين؟ عين الحمام. لا انت ما قلتيش كده. لا قلت الحمام. لا والله ما قلت كده. متوتره يا امير. عين الحلوان، عين الحلوان، رميته في عين الحلوان. اصلا عين الحلوان دي. عين الحلوان، ما هي عين الحلوان دايما كده. ايه عين الكنيف يعني. ها وشديت السيفون. يلا خلصنا منه، بس كنا نحاسبه الاول برضو يا اخي. يلا. ايه ده يا امير؟ رجاله؟ لا. يعني فيهم حد شبه رجاله. رجاله ماشي. اعرفكم دي جهاد. ايه؟ جهاد؟ لا 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 لا، انه جهاد؟ انتوا فاكرين جهاد ايه؟ لا مش دي جهاد المدام. طب نبص عليها بصه بس. والله انتوا يعني بصوا، انتوا تتحملوا نتيجه بصيكوا، انا هخليكوا تتوبوا دلوقتي. بص لهم يا حاجه. دي مش جهاد، دي عايزه اجتهاد. دي ارفع حاجه فيها صوتها. جرى يا دي انت وهو، والله انا شايفها حلوه وكيوت يا واد يا سمباتيك يا محشي بالفريك. وانا واقف قلبي يا عم الارهابي، تعبيط ولا ايه؟ خلاص يا امير عرفنا بالرجاله. كل واحد يعرف نفسه يلا. ابو سمسم، ابو زعبل، ابو فتله، ابو العربي، ام المصريين. جاهزه انت دلوقتي يا حاجه؟ جبت كل حاجه. طب يلا بينا. يلا والكاميرا موجوده دلوقتي. قبل ما تفجروا نفسكم لازم نوصل رساله للعالم كله من خلال صور فوتوغرافيا هتتصوروها دلوقتي من خلال خلفيه منظر، بحيث الناس ما يعرفوش انتوا بتتصوروا فين. الصوره دي هترعب العالم كله، تخلي العالم كله يخافوا مننا، يخافوا ان احنا نفجر فيهم زي ما انتوا هتفجروا نفسكم. هات لي المنظر ابو معروف. حاضر. خد معاك حد يجي ابو منظر. تعال معايا. طب بقول لك ايه يا امير لو سمحت؟ ايوه. والله كنا عايزين نفجر متحف الفن الحديث. متحف الفن الحديث؟ ليه؟ رحت امبارح اتفرج على كام لوحه هناك، ببص على لوحه منهم اتسرعت، ايه المنظر القذر ده؟ فناديت على الواد من اللي واقفين قلت له خد يا واد، هو ده الفن الحديث اللي بتقولوا عليه؟ قام بص لي كده قال لي يا حاجه دي مرايه. عشان تعرفي انا مستحمل ايه، عشان تعرفي ليه شايل كل المرايات هنا من الوقت. ماشي يا امير. ماشي. فين يا ابن المنظر؟ اهو. ماسنجر الارهاب. هو ده. ارجع ورا خطوه. يلا يا جماعه كله قدام المنظر. يلا جهزوا الصوره يا حاجه. يا امير نعم. قبل الصوره ممكن يلبسوا الدقون عشان الصوره تطلع حلوه. يا سلام، خبره. هات الدقون. فعلا شكل قوي. انت صح. اتفضلوا البسوا الدقون. انا 43 البني دي. ايوه ده 43 بني. انت 43 بني. انت 43 بني. رد يا جزمه. اتفضلي يا حاج. يلا يا شباب قولوا تشيز. يعني ايه تشيز؟ قولوا جبنه. يا سلام. انتوا طالعين رحله ولا ايه؟ يا حاجه جبنه ايه؟ انا عايز صوره فيها رعب، عايزكم ترعبوا الناس. يا امير صوره فيها رعب نديهم المسدسات والبنادق. انت صح. ايه ده؟ ارهابي ده ولا مساعد مخرج؟ انا مش عارف. يلا يا شباب. انا ال 45 السوداء دي. ايوه 45 سودا. والله يا 45 والله ما افتح بوقي تاني. يلا 45 سودا. والله بجتهد. يعني قول 45 سودا. ايوه ماشي يا بنص. يلا يا حاجه. عايزها شر يا امير؟ شر، صوره فيها شر. يلا يا شباب. ها تمثيل اسكندريه، تمثيل استوديو مصر. تمثيل اسكندريه، تمثيل. ثانيه واحده يا حاج. تعالى يا ابو معروف. خليك بس. اتفضلي يا حاجه قولي. يلا. تمثيل اسكندريه، تمثيل استوديو مصر. ايه اللي لافت نظرك ورا يعني؟ يعني انت شايف ايه احنا مش شايفينه يعني؟ ايه؟ قولي تاني. تمثيل اسكندريه، تمثيل. ها تاني؟ اه طب ما خلاص بقى كده انا اصور بقى واظبط الحاجات دي فوتوشوب بقى.
عايزين لا صوره ولا كمان. صورة يلا تانية؟ يلا حلو قوي كده، كده حلو. والاستلام امتى بقى يا حاجه؟ بكرة ومعاك صباطين موز. الاستلام امتى يا حاج؟ بكرة ومعاك 3 صباطات موز. ايوه يعني الاستلام امتى؟ بكرة وتعالى كل الموز. هي كان قصدها تقول انك قرد يعني، بس هي مش عارفه تقول كويس، معلش. شوف عشان امير متجوز واحده مفخخه. والله. ها خلاص خدنا الصور، شيل الدهون شيل الدهون، يلا اجهزوا عشان في دلوقتي قناه هتيجي تصور معاكم. القناه اللي هتيجي تصور دي عايز كل واحد يقول هدفه ايه من التصوير، كل واحد يقول ايه الرساله اللي هيوصلها للعالم كله من اللي بيصدروا للناس. قناه ايه دي يا امير؟ يا رب تكون قناه التت. انا عارف انك نفسك ترقص، لا مش هي التت. قناه هتصدر الارهابيين، يبقى قناه الجزيره. افتح افتح. مين؟ هو انا الباب؟ افتح. مين اللي بيرزع على الباب كده؟ اكيد قناه الجزيره، افتح. طيب. مين؟ افتح، احنا قناة الجزيرة. ايه ده؟ قناة الجزيرة. انت متفاجئ على طول كده؟ ايوه ما احنا مستنيينهم. انتوا مستنيينهم؟ احنا كلنا وانت معانا. والله العظيم. وانت مش مستني؟ طيب ماشي. انت ايه؟ اعمل ايه؟ نفسي اعرف بتاخد ايه، نفسي اعرف بتاخد ايه. مش حاجه بتعمل كده ابدا. لا ايه، افتح. افتح الباب؟ امال تفتح ايه؟ دلوقتي يعني؟ اروح؟ لا استنى استنى استنى. افتح افتح. طيب ماشي. خشوا. يلا يا مجدي، ما قدامناش اي وقت النهارده، يلا بسرعة. اهلا وسهلا حضرتك، انا الامير. لا هو مفيش انا ومفيش هم ومفيش احنا ومفيش وقت لاي حاجة خالص. سيبه 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 سيبه. تعال 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 بس كده، تعالى كده وصلي على النبي. بس كده. سيبه سيبه خالص، سيبه خالص. حضرتك انا الامير. لا هم انا الامير حضرتك اللي... انت ايه؟ انت ايه؟ بص انا دلوقتي بتكلم اهو، فانت المفروض ترد عليا. انت ايه؟ انت ايه؟ انت معروف. بني ادم ولا انت ايه؟ قول لي. بس في حاجه غريبه دخلت ركنت هنا. قناه الجزيره، وده المصور اللي هيصورنا. سيبه 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 هيقع لوحده، سيبه هيقع لوحده. يلا يا مجدي. يلا يلا حضرتك انا اللي... لا خلاص انا هبدا على طول. نحن الان سادتي تحت احد اهم كباري القاهره. انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت حاجة؟ انت حاجة معروفة؟ ادروا يعني؟ ايه ده؟ يمكن هربان من محل لعب ولا ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ ده مش عايز يرد عليا خالص. يمكن مش شايف. سيبه دلوقتي. يمكن. لف يا مجدي، لف يا بابا. انت يا ابن الصين هي اللي بعتك؟ انت صيني؟ انت ولا سيبه نصور بقى وخلاص. ده معناه كده. ايه الجمله؟ انت هو اللي صيني؟ انا شفت العجب في الدنيا. معلش يلا هيصورنا دلوقتي. مجدي يلا. لف الكاميرا لو سمحت. لف الكاميرا يا مجدي. يمكن ما اسموش مجدي. لو سمحت لف الكاميرا لو سمحت. ايوه الكاميرا مش وشك، لف الكاميرا. الكاميرا لو سمحت. ايوه يلا اتفضلي. انزل انزل. احنا
احنا كده بنصور سر الارض يا جدعان. النومه دي حلوه قوي. قوم يالا من هنا يالا. قوم يالا هتشبه الارهابيين كلهم يالا. يا ابني ينفع اللي انت عامله في الرجاله ده؟ 8 شباب ما قعدنا كده. 8 انت عديتنا غلط. تعال انت مريض يا بصي غصب عنه هنصور. يلا اتفضلي حضرتك. احنا فين؟ نحن الآن سادتي تحت أحد أهم كباري القاهرة، حيث توجد مشكلة كبيرة ألا وهي أطفال الشوارع. كيف لدولة عظيمة مثل مصر أن تترك هؤلاء الأطفال وتهتم بالمتشردين في الشوارع؟ ونحاول الآن أن نجري حوارا مع أحدهم. اسمك إيه يا حبيبي؟ أبو زعبل. ده اسمك؟ زعبلة. اسمك إيه يا بابا؟ ابو سمسم. اسمك إيه يا أمور؟ ابو فتله. وده اسم عيل؟ مش طفل. الواد ده بقى لذيذ والله. هو في حاجة غلط، أكيد في حاجة غلط. طبعا في حاجه غلط. يعني حضرتك اطفال شوارع ايه؟ داخله في وسط الوكر لا وتقولي لا لا اطفال. خلاص أنا عرفت إحنا فين. نحن الآن سادتي في المشرحة، حيث جثث قتلة. مشرحه فعلا. والنبي يا عم المشرحه مش ناقصه قتله. قوم يا عم، قوم يا عم صور انت يا عم اللي هناك. انت ايه؟ يمكن يفهمك كده. هتودينا فين تاني؟ هننزل تحت الارض عشان نفهم انت ايه؟ تعالى ابو معروف، تعالى يا ابني، تعالى مالكش دعوه بيهم، هم فاهمين شغلهم. تعالى. حاجه صعبه. معلش. اتفضلي. نحن الآن سادتي في المشرحة، حيث توجد العديد من جثث القتلى التي قتلتها أيدي النظام البارد، ونحاول دلوقتي إن احنا نجري حوار مع أحدهم. اسمك إيه لو سمحت؟ القتيل ابو سمسم. اسمك إيه لو سمحت؟ ايه ده؟ انت شايفاني؟ ني 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 ني. جرأة. الإحساس نعمة يا ابني. إحساس نعمة. ما هو فعلا عمره قد في الفرقة هنا. اسمك إيه لو سمحت؟ ولو ما كنتش قتيل هقتلك. والله انا قتيل بس مش راضي اقول. قول لي النظام قتلك إزاي؟ لا مش هقول لك، مش عارف ليه مش حبك. في حاجة غلط برضه. في حاجة غلط. حضرتك داخلة وكر إرهابيين هيفجروا نفسهم. شوية تقولي أطفال شوارع وشوية تقولي مقتولين في مشرحة. حضرتك كل ما بتختلق حواديت وحكايات الناس ما بتصدقكوش. احنا إرهابيين رايحين نفجر نفسنا في مصر كلها عشان الناس غصب عنهم يخافوا مننا فيحبونا. لو ما حبوناش هنقتلهم كلهم، نقتل 95 مليون عشان في النهاية نحكم نفسنا وبس. ودي كلها أهداف سامية، وسامية عارفة وساكتة. وأنا عندي هدف نبيل، ونبيل اتقتل أول امبارح. عايزة حاجة تاني؟ الحق يا امير. مجدي بيبص لي في عيني. يا مجدي
ما تبصليش في عيني، انا مش خايف منك. وانت يعني عشان كده وانا كده اهدى وقلنا لا. اتفضل. هو انا ازاي ما سجلتش معاك؟ ما انا من الصبح عمال اقول لك ان انا الوحيد المسؤول عن الوكر ده كله، انا الوحيد اللي بدرب كل الارهابيين اللي مش بس في مصر، في كل حته في العالم العربي لغايه ما نفتته كله. عظيم جدا، انا لازم اسجل معاك دلوقتي. يلا اتفضلي. مجدي لو سمحت ممكن بس تهزه شويه؟ عايز ايه يا حبيبي؟ هزه شويه. هزه؟ اه ان شاء الله بكره بعد الصلاه باذن الله. قالت لك ايه؟ تقول لي هزه ده عارف، ده انا لو شلته هبته في السقف هيفضل عامل ايه؟ طب زق. يا ابني اصحى يا ابني المدرسه، اصحى عشان المدرسه، انت عندك امتحانات والله، ده اللي عامل فيك كل ده، انت عارف؟ ربنا هيكرمك والله. انت ايه؟ سيبه ابو معروف. طب انت بتسقي ولا انت اجيب لك ميه؟ اسقيك يمكن تطرح حاجه غريبه. ايه؟ هجيب ميه واسقيك. سيبه في طينه. اتفضل. نحن الان سادتي مع احد الاستشهاديين الذين يحاول تفجير نفسه في القاهره، نحب نتعرف باسم حضرتك؟ انا اكيد مش هتقدر تقول اسمك، انت في منتهى الذكاء عشان ما حدش يعرفك. ممكن اعرف انت ليه عايز تفجر نفسك؟ بالنسبه لي طبعا مفيش اي كلام ممكن يتقال على اللي انت عايز تعمله، بس انت عايز توصل لهم فكره صح؟ بالظبط. واكيد الفكره دي وصلت لكل الناس، بس اهم سؤال دلوقتي، انتوا عددكم قد ايه؟ احنا عددنا 95 مليون. 95 مليون واحد عايز يفجر نفسه، الشعب المصري كله عايز يفجر نفسه. كم انت عظيمه يا مصر، هو ده اللي مستنيينه منكم يا مصريين. كانت معكم شهيره عمار. يلا يا مجدي. حد يقتلها الست دي. يلا يا مجدي. سيبلنا احنا مجدي بقى، سيبلنا احنا مجدي. تعالى، شفتوا وديت الواد بتاع، تعالى هنا، تعالى، الواد بتاع الدليفري وديتوه فين؟ معاه. استنى بس، استنى يا عم. بتعمل ايه؟ بشوش على الجزيره. يلا. ايه ده؟ بس انت ما تشغلش دماغك بالناس دي. ده انا ما رحتش جنينه الحيوانات قبل كده، ما اعرفش. لا ما انت ياما هتشوف طول ما انت معاه هتشوف. طيب. ها خلاص يا رجاله جاهزين؟ عايزين بقى ننجز يا عم الامير، واتكلمنا في الاجر بتاع العمليه دي. بصوا يا جماعه، الاجر والثواب عند الله. لا معلش بقى، بحبح ايدك معانا باي حاجه، مش هينفع. مش هينفع يعني ايه؟ يعني مش هينفع. ماشي يا جماعه، الفلوس موجوده والراجل جايب الفلوس في الشنطه دي مليانه فلوس. انت معاك قد ايه؟ معايا 2 مليون بلبل. ايه؟ قال حاجه فيها طائر. إيه؟ ايوه مش فاكر. 2 مليون بلبل؟ ايوه. دي عمله قطر البلبل؟ ايوه. ايه 2 مليون بلبل دي؟ 2 مليون دولار. طيب بص تعال ابو معروف، احنا معانا مبلغ ضخم. ايوه تعالى، امال مين؟ تعالى روح قول لهم معانا مليون جنيه هتتوزع علينا كلنا. ها ماشي. يلا. مليون جنيه، لان احنا اللي بنتعب واحنا اللي بنشقى واحنا اللي بنخطط واحنا اللي بنرسم الخرايط. هم بيعملوا ايه؟ كل واحد يعلق الحزام الناسف وبالكتير يدوس على الزرارين. قال يعني كده عمل حاجه يعني. عندك حق، عندك حق. يلا ماشي. يلا. بصوا يا رجاله. ايه؟ ابو معروف. ايه؟ تعال. طب بعد اذنكم بس ثانيه. حاضر. انا متهيألي مليون كتير قوي عليهم، يعني هيعملوا ايه بالفلوس دي؟ صح. ها؟ روح قول لهم نص مليون واحنا المليون ونص، مش كده؟ ماشي. نوزعها علينا احنا، كل واحد ايه 100,000 وانا الباقي يعني. يلا. طيب. اتكل على الله. بصوا يا رجاله. ايه؟ احنا هنعمل دلوقتي. ابو معروف تعال معلش. طب بعد اذنكم بس ثانيه. حاضر. قول لهم 100,000 جنيه بس. طب ما نقول لهم 50,000. ما انا مش عايز اضغط عليهم يعني، اصل انا قلبي حنين يعني. خلاص يا امير عشان ماشي. خاطر. يلا قول لهم 10,000 جنيه. يلا. طيب. بصوا يا رجاله. ايه؟ حاضر. ومعروف. خد تعالى. لا ما انا فهمت دماغكم خلاص. تمام. بصوا يا رجاله. على الطلاق ما باصص. بصوا انتوا. انا شعري قصف من كتر ما بقى اتلوح كده. بصوا يا رجاله، احنا هنعمل العمليه دي لوجه الله، واحتمال نلم من بعضينا كمان. لا يا حبوب، الكلام ده في برنامج صبايا الخير مش معانا. ايه ده يقلبوا عليكم ليه يا امير؟ يا جماعه يعني ما تقدروش تشيلوني؟ ده اول تعاون بيننا وبين بعضينا يا جماعه. انتوا لو ربنا كرم وفجرتوا نفسكم وتفجيركم عجبني، هعوضها لكم العمليات الجايه ان شاء الله. نشيلك فوق كتافنا والله يا امير، بس ما فيش حد بيفجر نفسه بلوش.
يعني يرضيكوا ادفع من جيبي؟ معلش يا امير، بحبح ايدك باي قرشين للورثه واحنا بعد كده من ايدك لإيدك. ماشي، عايزين كام؟ كرمش ايدك بس في 2000 جنيه كده لكل واحد، والمره الجايه يبقى لينا كلام. ده نايت تتكلم عن نفسك 2000 جنيه على الطلب الثلاثه، ما نفجر نفسنا اقل من 2500 جنيه. 2500 جنيه ماشي هدفع من جيبي بقى غصب عني. هتنزل تحت على المخزن. أيوة. 10000 جنيه تطلعهم لي على هنا. ها ماشي. يلا اتكل على الله. يلا. سلام. انت اللي هتروح مش انا. انا مش فاهم والله، انا بس كنت قلقان عليكم. يعني انتوا هتاخدوا الفلوس هتعملوا بيها ايه يا جماعه؟ ممكن تشربوا مخدرات ولا تشربوا سجاير، وده غلط عشان صحتكم قبل ما تموتوا يعني. انا بصراحه نفسي في شقه. انا نفسي في عربيه. وانا نفسي في فيلا. وانا نفسي غمى عليا. الواد ده لسه لذيذ. دي جمله عاديه. انت جايب ايه يا عم؟ بقول لك 10000 الباكو لوحده، 10000 دول داريهم. ها طيب. ال 10000 كل واحد 2000 ونص. اهو رجاله هتروحوا مع ابو معروف دلوقتي، هتنزلوا على المخزن، هيلبس كل واحد فيكم الحزام الناسف، وبعد ما تنسفوا نفسكم اديهم الفلوس. ها حاضر. يلا يا اخوانا ورانا كده عشان نروح للمخزن. يلا بينا. يلا يا رجاله. سلام يا امير، حصل لنا التفجير. كله في طابور. تعالى كده، ولا واحد فيهم هيطول مليم كده. وحتى ابو معروف ده لو جه مش هياخد، او جه ابو معروف طبعا انا وانت وهو هنقسم الفلوس علينا. ها طبعا. الشنطه دي لو اتفتحت وانا مش هنا مش هعمل يعني هخرب الدنيا. انا فاهم انت هتعمل ايه، انت مش فاهم. انا فاهم انت هتعمل ايه. بقول لكم ايه، الشنطه دي مش هتتفتح غير بكره الصبح. خلاص بكره الصبح الشنطه معايا، وروحوا انتوا بس اظهروا معاهم عشان ما يحسوش بحاجه. تمام يا امير. يلا اتكلوا على الله. يا 2 مليون دولار اخيرا، اكبر عمليه في حياتي. 2 مليون دولار بدل العمليات الصغيره، عمليه واحده كبيره اقضي بيها بقيه حياتي. يا حاجه. ايه يا امير؟ تعالي يا حاجه، تعالي احنا بقينا مليونيرات. ايه؟ بقينا مليونيرات. معانا فلوس كتير. يا نهار اسود، انت مديت ايدك على الحرام. حرام مين؟ اقعدي يا حاجه، هعمل لك مفاجاه جامده. بصي الناحيه الثانيه اهو. بصي. ايه رايك في المفاجاه؟ مفاجأة ايه ده؟ حسيتي بحاجه؟ ما حسيتيش بحاجه. فلوس ايه دي؟ فلوس مين ولا ايه؟ فلوس هم اساسا كانوا مستنيين نقسمها. احنا مش هنقسمها، هاخدها انا وانتي وناخد الفلوس ونهج يا حاجه من هنا. نروح اي حته تاني غير الشقه دي. ايوه بالظبط، نروح اي حته في العالم. المهم انا عايزك ايه، تتفاجئي بالفلوس. بص الناحيه الثانيه وهتيجي تبص تاني افرجك على الفلوس. ماشي. بص الناحيه الثانيه. ها ايه رايك؟ لا. بص الناحيه الثانيه. ها شفتي ايه؟ ما شفتش حاجه. طب بص الناحيه الثانيه. ها ايه ده؟ يا نهار اسود، طوب. لا ده حجر. واد يا تلقيمه. يا معلم. انت واد يا تلقيمه. ايوه يا عم برد عليك. اعمل لي ياد شايبه حليب في المج بتاعي. المج بتاعك اتكسر الصبح. طب اعمل لي ياد هوت شوكليت في اي مج تاني. المجات كلها اتكسرت الصبح. طب اعمل لي سحله فتله في الشفه. الشفاشة اتفشعت الصبح. طب اعمل لي ام علي. ام علي ماتت الصبح. انت ايه اللي مقعدك معاها من الصبح؟ يا عم انا كنت بكسر الحاجات دي كلها وعزيت في ام علي وجيت على طول. وبعدين بقول لك ايه، يلا روح اعمل لنا حاجه نشربها يلا. ولا انت عبيط في مخك. انا المعلم انت معلم مالكش عزا اصلا. نايس تقول لي مش هنقول لك. ولا عايز ايه؟ قوم يا من هنا طب ما تزعقش. لم وشك اهو. ايه ده؟ اعوذ بالله يا اخي، انا مش عارف ايه اللي مصبرني عليك انا بس. اللي مصبرك عليا ان ابويا الله يرحمه وصاك عليا. الله يرحم ابوك، ده انا كنت بعشق التراب اللي بيمشي عليه. قول يلا من هنا طب ما تزعقش. لم وشك السلام عليكم. السلام عليكم يا معلم أنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمود، عامل ايه؟ ولا عايز ايه؟ انت اسمك ايه؟ انت نسيتني؟ اسمك ايه؟ انا تلقيمة. وانا اسمي ايه؟ انت نسيت نفسك كمان؟ اخلص يلا، اسمي ايه؟ اسمك المعلم أنح. هو قال ايه؟ قال السلام عليكم يا معلم أنح. انا اتقتلت؟ يا عم ما انا رديت عليه وانا كافر اهو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت يا زفت انت. اخلص لم وشك وروح اعمل ينسون لعمك محمود. ينسون ليه؟ هو هيغني؟ خلاص مش عايز منك حاجه، امشي يلا. خلاص يا عم. خد يلا. عايز ايه؟ لم وشك ده اهو. يلا امشي غور. ايه ده؟ اعوذ بالله يا اخي، انا مش عارف ايه اللي مصبرني بس على الواد ده. ايه ده؟
مالك يا استاذ محمود؟ وشك عليه غضب ربنا ليه؟ حسن يا معلم، حسن مغلبنا معاه ومورطنا معاه على الاخر. ماله سي حسن راخ؟ الجمعيه المنيله ب 60 نيله اللي احنا داخلينها، بقالنا 6 شهور بندفع ما قبضناش ولا نتله. ايه ده؟ ازاي يا اخي؟ اذا كان ده هو قال لي ان انت هتقبض اول واحد في الجمعيه. ازاي؟ اذا كانت حسن قال لي ان تلقيم هيقبض اول واحد. ازاي بقى الكلام ده؟ ده هو قال لي شطاره اللي هيقبض الاول. لا ده سي حسن قال ان المعلم قال هيقبض اول واحد وانا هقبض اخر واحد. ايه ده؟ ده كده يبقى في بروبلم في الموضوع بقى. ده هو قال لي ان انا هقبض اخر واحد في الجمعيه. يا معلم ازاي؟ اذا كنت انا هقبض اخر واحد. وقال لنا ما نقولش لحد. ايه ده؟ قال لكم ما تقولوش ترتيب القبض لحد كمان؟ كمان يعني الناس بتزعل من اللي بيقبض الاول وبيقبض الاخر وكده يعني. لا بقى، ده كده يبقى ما فيش حد قبض خالص. طب دي بقى تبقى جمعيه دي ولا نصبايا؟ لا، حسن مش نصاب، هو بيعمل اي حاجه بس يزود بيها دخله. ايه ده؟ ده كلام يعني احنا كوركات في المنطقه يعني؟ يا جدعان انا دماغي هتولع. انا هيجيلي السكر. هتولع. وكمان مستصغرني. لا كمان مستصغرني. ولا لم وشك يا غور من هنا. ايه ده؟ لما يجي بقى سي حسن ده نبقى نشوف صرفه معاه. والله لنفخ ونفخ. ازيك يا استاذ حسن؟ السلام عليكم. 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 هو انا شفاف ولا ايه؟ السلام عليكم. هو انتوا لسه مخرجينكم من الثلاجه ما فكتوش يعني؟ فيها معلمين. ازيك يا حسن يا اخويا؟ عامل ايه يا حبيبي؟ اهلا يا محمود، ازيك؟ ايه ده؟ اوعى يا عم كده يا عم. احلى كوبايه شاي لعمك حسن يا جاهزه من الصبح. احلى كوبايه شاي لاحلى استاذ حسن في الحته دي كلها. شاي تقيل؟ سكر كتير؟ كتير. نعناع بره؟ سكر جوه؟ يلا يا عم. ماشي. يلا. اهلا وسهلا ازيكم؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله. بس انت جاي منين بقى كده يا استاذ حسن؟ جاي من الشغل. ايوه ما ترد، ما هو بيسالك يا استاذ حسن. ايوه ما انا جاي من الشغل. انتوا ايه؟ في ايه؟ الصراحه يا حسن في مشكله. في مشكله؟ اكيد الموضوع بتاع الجمعيه. ايوه الجمعيه. طب تقولوا من الاول موضوع الجمعيه. موضوع الجمعيه طبعا انت اخر واحد مفروض، مش كده؟ وانت؟ انا اخر واحد. وانت؟ انا اخر واحد. وانت؟ اخر واحد. طيب ايه المشكله يا جماعه؟ المساله بسيطه خالص. انا بقى لقيت نفسي مزنوق في اللي هو قبض اخر واحد، فانا خدت قبض اخر واحد يعني عشان عندي ظروف يعني، فاستخدمت الفلوس. تستخسروها فين؟ ايه الجمله الزباله دي؟ تستخسروها فيا. اي حاجه تحت رجليك يا حاج حسن. الفلوس فلوسك يا استاذ حسن. والله يعني الفلوس معاك تزيد. احنا ما خدناش حاجه من الجمعيه الزباله دي. هو انت المفروض ايه؟ اخر واحد. ليك دعوه باللي قبلك؟ لا ماليش دعوه خالص. انت ايه؟ اخر واحد. ليك دعوه باللي قبلك؟ لا ماليش. انت ليك دعوه باللي قبلك؟ لا خالص. انت ماليش دعوه باللي قبل. طب امال ايه يا جماعه؟ انا مش فاهم يعني، انا مش فاهم. في ايه يا جدعان؟ احنا كده بقالنا 5 اشهر ما قبضناش. انا عندي فكره. ايوه احنا نغير الموضوع. والله يا راجل الفكر كان هيفرتك لي مخي. ايوه يا عم هنقعد نختلف على مش عارف. انت اخبارك ايه؟ ازيك يا حسن يا الله نغير يسلمك. الموضوع. ازيك يا حسن؟ والله كويس الحمد لله. الحمد لله. الواد وائل ابنك عامل ايه؟ والله يا سيدي مطلع عيني، بقاله فتره بيروح الجيم يا سيدي، وانا عمال اقول له ما تاخدش اللي هو الامينو ده، واخد بالك؟ وهو مصر بقى عشان ينفخ نفسه. بس اتفرج عليه دلوقتي، عضلات ايه ما شاء الله. بس كل عضله لوحديها كده، وعضلات رجله وجسمه مشرخ كده، تحس ايه كل عضلاته مشرخه. بس يا حسن يا حسن. يلا والله على رايك. حسن بابا. ايوه بابا. مش بقول لك عضلات شغال على صوته. بابا تعالى هذا وائل يا لا الله اكبر. مشرخ. ايه ده؟ هو مقوس بس شويه.
ها عايز ايه؟ عايز ايه؟ انا كنت عايز فلوس عشان مصاريف الجامعه. مصاريف الجامعه فين؟ بقول لك ايه؟ فلوس الجمعيه فين؟ خد فلوس الجمعيه تنسى انت. ماشي، عايز كام يا حبيبي؟ لا لا، عايز كام ايه؟ عايز كام يا حبيبي؟ انا هدفع عنك. لا ما انا معايا فلوس لا الجمعيه. وربنا فلوس الجمعيه دي ما تجيش جنبها. لا يا عم ما كفايه إلا ذوقكوا فلوس يا الجمعيه. لا ما يجراش حاجه اوعى بس تجرحها. لا يا عم انا هدفع عنك يا عم واحنا اخواتي. ايه يا حسن؟ في ايه يا حسن؟ بس كفايه ما انتوا سايبين لي فلوس الجمعيه كفايه كده. ومش زي بابا برضو. ايوه ما انت زي بابا بس ما انا معايا الفلوس الحمد خلاص لله. براحتك بقى. طيب ما دام عمك مصر خد منه يلا. عايز يا كام؟ حبيبي 500 جنيه. حاضر. خد وقول يا حبيبي، امسك يا حبيبي. خد. كام دول؟ ماشي. ايه ده؟ دول 200 بس. 200؟ طب انا هكملك من فلوس الجمعيه، ما مش معقوله يعني يا عمك انا هيدفع يعني. لا ده ابني. ها؟ ابني. لا بس ما انا معايا فلوس الجمعيه اهو ابني يعني. والله. لا ما يجراش حاجه يا جماعه. لا جمعيتي، طب على الطلاق ما هتلمس الجمعيه. هو لا احنا مش خلاص. رجاله في المنطقه؟ رجاله طبعا بس ما انا معايا الفلوس اهي. ابني بقول لك ابني. معايا الفلوس اهي الحمد لله. طب ماشي خلاص. ما دام مصر خد منه الباقي يلا. خد من عم يلا. خد يا حبيبي. ياه 300 جنيه يا كمان مع خد. ال200 يبقى ال 500 جنيه. خد 300 جنيه. عايز حاجه تانية يا عايز كش جديد عشان التمرين. وخش بتاعك راح فين؟ اتقطع من كتر التمرين، انت مش شايف باين عليها ازاي؟ عايز كوتش زي بتاع عمك ده؟ ده سواء لو ما لقاش كوتشي قاعد على اللي في رجلي واديله بيه. قصدي وديهوله يعني اديهوله، ده ابن غالي ابن الغاليين. لا وهتقلعه دلوقتي والريحه لا. وبتاع. لا بكام ده؟ 300 جنيه. لا وانت هتديله معقوله 300 جنيه؟ هديهم له، ده الغالي ابن الغاليين. ماشي. امسك يا عم وائل، امسك يا يا سواء سلام. اتفضل. اهل حتتي والله ما عارف اقول لكم ايه يا جماعه، يعني على طول بتحرجوني بذوقكم كده. ما تقولش كده يا حسن. والله. يلا اتكل على الله انت بقى. ايه؟ خد ادي فلوس الجمعيه اديها لامك مع الفلوس اللي انت خدتها، وخد البطيخه دي ومعاها باكو الشاي اللي هناك ده. حاضر. يلا والجورنال. ماشي. فين باكو الشاي؟ باكو الشاي في ايه؟ ايه؟ باكو الشاي. باكو الشاي ايه؟ يلا سيب حاجه يا بيتك. خلاص معلش عشان العضلات انت عارف جاي من التمرين، فالعضلات لسه قافشه. ماشي خلي بالك من البطيخه ما توقعهاش كتير. حاضر. عشان ايه بتبوظ. يلا اديله باكو شاي. باكو شاي ايه يا عم؟ اديله باكو شاي يا عم وباكو سكر. يلا اتكل على الله. خد يا عم اشربوا شاي على قفانا. امسك يا سيدي. خد يا اخويا. في سحلب هناك. يلا ادي نطلع من هنا يا عم. يلا يا وائل احنا مش عايزين نضغط عليهم. يلا ماشي. مش عايزين نتقل عليهم يعني ما يصحش. ماشي. يلا يا ده وائل يلا امشي. اتكل على الله. مش عايز مني حاجه تاني؟ يلا يا ده وائل اتكل على الله. السلام شكرين عليكم. يا رجاله والله ما عارف اقول لكم ايه على ذوقكم ده. ولا يهمك. ده ابننا. طبعا. ما شاء الله العيال كبرت وهتعجزنا ولا ايه؟ اتكلم عن نفسك. انا عن نفسي زي ما انا شباب الحمد لله. اخباركم ايه؟ الحمد لله. تمام الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. طب انا هتكل انا بقى على الله. حد فيكم هيخش معايا الجمعيه الجديده؟ انتوا ايه بتتعلموا تصفير جديد ولا ايه؟ محدش هيخش معايا الجمعيه؟ براحتكم عموما يعني. انا اصلي كنت الشهر الجاي عندي شويه التزامات كده فكنت محتاج الجمعيه بس خلاص بقى مش مهم. سي حسن نعم. هو انا ممكن اخش بنفرين؟ طبعا يا معلم خش بنفرين طبعا. بس اقبض الاخير اللي هو ما بيقبضش ده. طبعا وانا اقبضك قبل كده معقوله؟ حسن اخويا. نعم. ادفع دلوقتي ولا اول الشهر؟ انت عارفني سداد. انا عارف بس هستنى عليك لاول الشهر ما يجراش خلاص حاجه. ماشي. حسن وانا عايز اقبض الاخير انا كمان. وانت عايز تقبض الاخير؟ ماشي. وانت بقى لم لي الجمعيه. ماشي انا انا زي كل مره. ماشي. مش حارمكم انا من جمعيات. ربنا يخليك لينا والله العظيم. 3 مش عارفين نعمل ايه مع كتر الجمعيات دي. انا مش عارف انا هكون نفسي ازاي. ايوه يا ابني ما انت لابخ نفسك ب100 جمعيه. ركز معايا بس ومالكش دعوه. يلا سلام عليكم. انا بقى سلام يا ايه ده فين الصوره بتاعت ليلى عابد اللي كانت هنا يا معلم؟ يعني عامل على كل حيطه صوره. فين الصوره اللي هنا؟ ما هي يا سي حسن دي صوره من 100 صوره انت برضو اللي معلقهم. ايوه انا مصر انها تبقى موجوده. ازاي تشيلها من غير ما تقول لي يا معلم؟ يا معلم ليلى عابد دي في بيني وبينها عشره يا معلم. يا معلم ده من ايام الجامعه وقصه حب كبيره وانتوا عارفين. طب انتوا عارفين ان احنا بعد ما اتجوزت راحت هي بعتت لي جواب باركت لي فيه. عارفين انتوا الحكايه دي؟ فاكرين انتوا الموضوع ده؟ اقرا لكم انا الجواب؟ ايه بقى نقعد بقى نحكي في المحكي ونشكي في المشكي ونبكي في المبكي ونحشي في المحشي وراها. اقرا لكم الجواب. ماشي حاضر. حبيبي يا حسن واضح اننا مكتوب علينا الفرقه.
الفرقه، شوف 20 سنه بغلط فيها برضو يا اخي. كان حبنا كبير، بس اللي اكبر منه المحن. نعم. حسن. المحن. المحن اللي هي الصعاب يعني. بس تصدق المحن احلى؟ وطبعا هفضل مخلصه ليكي يا سي حسن. مخلصه. يا حسن انت قريت لنا الجواب ده اكتر من 10,000 مره قبل كده، خلاص بقى يا حسن. ولو ما علقتوش الصوره يا معلم هقراه لكم مليون مره، انا بقول لك اهو. لا خلاص هعلقها يا سي حسن. انا بقول لك اهو. خلاص. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. يلا السلام عليكم. لا حول ولا قوه الا بالله. صعبان عليا يا سي حسن والله. يا رب ربنا يتوب عليه من حب الست ليلى دي بقى يا رب. يا رب يا معلم والنبي. يا رب يا معلم. هنعمل ايه في فلوس الجمعيه الجديده دي؟ ايه ده؟ هندفع طبعا يا سي محمود، وده عايز كلام. ما كلنا عارفين من جوه قلب نفسنا ايه الحكايه. احنا بنعمل الجمعيه دي عشان سي حسن يعني ظروفه مش ولا بد، وهو عارف ان احنا عارفين وساكتين. أيوة وهو فاهم اننا ساكتين وعارفين، وكل الناس عارفه ان احنا فاهمين وساكتين. اركب ايه يروح المهندس. ما خلاص يا عم. ايه انت هتلعبك كده حكايه اكتر ما متلعبك يا انا. ما خلاص يا عم. يا اخي حرام عليك، ما انت شايف ظروف الراجل وابنه برضه كبر وبسم الله ما شاء الله وجسمه مشرخ. الواد شبه جون سينا، انت شايف عامل ازاي؟ الواد مصاريفه كترت، نعمل ايه؟ ما نصرفش على الواد يعني. يعني انت عايز تقول لي لما كنت باجي اشتكي لك وبستعبط كنت عارف ان انا بستعبط؟ كنت عارف ان انت بتستعبطني والله، بس والنبي ما تستعبطني تاني يا اخويا. ده انت والله العظيم يا معلم ربنا يخليك لنا معلم. بص اول الشهر بقى المرتب هجيبه لك على طول. حاضر عشان الجمعيه الجديده. ايوه طبعا. بس بقول لك ايه، الجمعيه دي بقى المره دي هقبض اخر واحد، اللي ما بيقبضش ده الامان. لا انا هقبض اخر واحد مش كل مره. لا انا اللي هقبض الاخير يا اخي. انا عندي فكره. اتفضل. احنا نغير الموضوع. يا دي البركه. يا تروما يا تروما. ياه ده اللي جرحني. يوه اعز حبيب. ياه ايه ده نورتونا يا رجاله والله. يا دي النور يا دي النور. صباح الفل يا أنح. صباح الفل يا سحوده. امسك فلوس الجمعيه الجديده اهي. ماشي الله يبارك لك يا اخي. ايه ده؟ هو في ايه؟ هم بيعملوا ريبورتاج عننا ولا ايه؟ لا يا عم مفيش الكلام ده هيصوروا فيلم سينما. ايه؟ هيصوروا هنا فيلم سينما؟ بقول لك ايه، خلي الناس تنبسط يا عم. يا رب ده احنا بقى هنبقى مشهورين بقى. ان شاء الله باذن الله. عرضنا هتيجي في التلفزيون. يا لهوي شوف بقى، تخيل بقى لو انا طلعت في التلفزيون ياه. النضاره بقى وقاعد بقى بتكلم بقى. تعالى يا ابني تعالى دخل يا ابني الحاجه هنا كده، دخل حاجه هنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ ايه ده؟ عرفتوني؟ حضرتك بتطلع في التلفزيون. ايوه حضرتك بتاع احنا الثلاثه. اسمي ده حماده. ايوه يا عم انا عارفك والله. في ايه يا جدعان؟ ما انتوا بتوع تياترو مصر، احنا هنحور على بعض ولا ايه؟ في ايه؟ متخفيين. اسكت انت عايز ايه دلوقتي؟ ممكن بس اي كرسي من عندكم بس عشان احنا هنصور فيلم النهارده. عينينا ليك، اديله كرسي يا سعود. أيوة. شكرا. بس مهندس بس بعد اذنك ثواني. في ايه؟ ثواني بقى ما تخافش في ايه؟ ايوه قول. هو الفيلم هيبدا امتى؟ بعدين يا حاج بعدين. ايوه يعني ثواني بس، يعني من 3 ل 6 ولا من 6 ل 9؟ يا حاج احنا لسه هنصور الفيلم النهارده. لسه هتصوروه. ايوه يا عم. طب لو سمحت بس عايز اسال سؤال. اه هو البوس اللي في الافلام حقيقي ولا مناظر؟ انا مش عارف، هتجنن من زمان وانا اعرف. في منه حقيقي وفي منه مناظر. ايوه لان في واحد صاحبي شغال في مجالكم يعني مؤاخذه يا فنان ريجيسير. كان قال لي بقى ايه، ما ينفعش طبعا يبوسوا بعض. هم بيجيبوا البطل اللي بيبوس لوحده واحده ثانيه خالص. ويجيبوا البطله الاستاذه الفنانه تبوس واحد تاني. وبالتكنولوجيا بقى يلصموا الصور على بعض فتبان انها متفبركه. ده كان زمان، دلوقتي لازم البطل يبقى متجوز البطله عرفي معروفه يعني عادي. طب لو سمحت سؤال. عايز ايه؟ مستعجل على ايه؟ انا في حاجه. عايز ايه؟ سؤال بس. النهارده في بوس؟ النهارده مفيش بوس، لكن لو جيت يوم الثلاث احتمال تلاقي بوس ان شاء الله. وبعدين لو عايز تبوس هديك بقى رقم نور يا جنزير تتشقلب معاه. خلاص؟ انت بتتمالت عليا يا استاذ، تسخر مني عشان انا انسان عادي مفيش اي حاجه، وانت راجل فنان كبير طبعا بتسكر وتشرب حشيش ونسوان ومقضينا. والله العظيم بسبب نبروكو ده مش عارف اسهر سهرايه واحده. سهرايه؟
ده انتوا معاكوا فلوس قد كده. والله العظيم ما معايا اجيب بنطلون، ماشي بشورت اهو في عز التلج. ما عادي، ما انا ماشي ببنطلون اهو في عز التلج. سيبني بقى يا اخي، سيبني اشوف شغلي. طب سمحت سؤال بس بعد اذنك. عايز ايه؟ النهارده في ممثلين جايين يصوروا في الفيلم؟ لا في ارانب. طب في جزر جنب الارانب مع الافلام؟ الممثله ليلى عابد جايه النهارده، هي اللي هتصور بطله الفيلم النهارده. يا نهار اسود، ليلى عابد جايه تصور النهارده؟ هو انت مش عارفينه ولا ايه؟ امال معلقين البوسترات دي كلها ليه؟ معلقين البوسترات دي كلها ليه؟ ايه اللي معلقين؟ احنا يا عم ما احنا بقول لك ايه، ما تجننيش وسيبني اشوف شغلي. ما تسيب شغلك يا عم، بعيد عني يا عم. ما تسيب شغلك يا عم، قاعد تقول لي ارانب وجزر وبسله وانا مالي يا عم؟ الحقني يا انح. ايه يا سي حوده، في ايه يا سي محمود؟ ده الجماعه دول مش عارف اخلاقهم عامله كده ليه، بتوع السينما دول. انت مالك في ايه؟ مفيش يا عم، انت مش عارف مين جاي يصور في الفيلم النهارده؟ مين هيصور في الفيلم النهارده؟ الممثلين. ده معلومه جديده دي يا اخي هيجيبوا نقاشين يعني في الفيلم؟ بقول لك يا جدع الممثلين، عارف مين اللي جاي يتصور النهارده؟ مين؟ ليلى عابد. دي بتاعت فرح ليلى؟ يا جدع دي ليلى علوي. امال افهم بقى يا عم، بقول لك ليلى عابد صاحبة حسن من واحنا صغيرين. ليلى عابد ليلى عابد ليلى عابد ليلى عابد. ده الحمد لله ان سي حسن النهارده عند حماته. يعني هو عند حماته في راس صدر، ما زمانه راجع. يا اخي ده تصدق فكرتني صح؟ ده كده يبقى في مشكله كبيره والله. ده لو حسن جه وشاف ليلى عابد دي الحب هيرجع يشعشع في قلبه تاني، ومراته هتبقى موجوده وهيبقى مشكل كبير. ما الست دي اللي مراته عارفه كل حاجه، بس هي ساكته بقى ومصهينه على اساس بقى ان ايه، هو مش هيتقابلوا معاها مع بعض خالص، هو ليلى عابد يعني. لا حول ولا ربنا يسترها علينا يا بقى رب. النهارده. تعالى يا استاذ، تعالى يا استاذ. يا ابني انت وهو بقى اقعدوا في حته عايزين بس نشوف. يا عم اخلاقكم عامله كده ايه ده ايه ده في ايه؟ في انتوا الفنانين مالكم خلقكم ضيق كده ليه؟ يمكن بيعملوا فيلم صغير. اقعد يا ابني اقعد. لا، اتفضل يا استاذ، الاستاذ المخرج جاي، مش عايز اي دوشه. اتفضل يا استاذ، اتفضل. اهو العبيط اهو. يا حمار، بيشتموك ليه دول؟ انا اعرف، انا كل ما اروح حته اتشتم كده، ايه بيجوني؟ معلش يا استاذ، ما انت لو تسمع كلامي وتعمل فكره الفيلم بتاعتي هنكسب دهب. ايه الفيلم ده؟ بص يا استاذ، احنا لو جبنا ممثله تكون كده بقى هايفه، عارف هتبقى. مين هايفه دي؟ مش دي يا ابني اللي بتمثل؟ لا مش ديت هايفه، يعني تافهه. نجيب ممثله تافهه وبعد كده نجيب بقى مطرب جنبها يكون حكيم. الله، حكيم ده يا ابني اللي بيغني. حكيم يعني عاقل. لو جبناهم هما الاثنين نروح عاملين بقى فيلم اسمه حلاوه شمسنا وننزله. ايه حلاوه شمسنا ده؟ حلاوه المولد. ايه حلاوه المولد ده؟ حلاوه روح. يا ابني ما هو ده في السينما. ما هنعمل ايه؟ نعمل اي حاجه موجوده، هو ده اللي بيكسب. الناس كلها بتشتمه وجاب 3 مليون في اول نص ساعه. احنا اللي غلط صدقني. يا ابني انا بقالي كتير بتشتم، 5 سنين ما بجيبش ولا مليم. نعمل ايه طيب دلوقتي؟ بقول لك ايه، هو ده اللوكيشن هنصور فيه؟ هو ده يا استاذ. ايه ده ايه ده؟ ايه القهوه الزباله دي؟ لو سمحت يا استاذ، ايه؟ هو البوس اللي في الافلام حقيقي ولا جد وجدان؟ انا هتجنن. ايه ده؟ هو في بوس في الافلام؟ ايه ده انت ما تعرفش؟ لا. تعالى يا استاذ تعالى. يا استاذ مش انت المخرج؟ ايه ده هتضرب؟ لا اضرب، انتوا اللي بتضربوا وتشكروا بقى فنانين بس وتقعدوا بقى ونسوان ومقضيات واحنا مش عارفين. ايه الناس دي؟ يا استاذ هي دي القهوه اللي هنصور فيها، لازم تبقى معفنه عشان خاطر الحبكه الدراميه. ايه الحبكه الدراميه دي؟ الحبكه الدراميه يا استاذ، ما توديناش في داهيه. يعني حلوه الحبكه الدراميه؟ ايوه جميله. خلاص نصور بقى. خلاص جاهز؟ جاهز، بس يلا. اوعى تقول للفنانه ان انا بفشل. ها؟ لا زمان على وصول، ما حدش يعرف اي حاجه. انا هروح اقعد هناك. اتفضل يا استاذ. بص بقى الماشيه بتاعت المخرج. أيوه. صح كده؟ الله، والله ما كانوا في الشط والله العظيم. اقعد. صورة والنبي يا نجمة. صورة والنبي يا فنانة. ايه ده؟ مش معقول، انا زهقت بجد. بس يا ابني انت هو الاستاذه تتضايق. ايه ده؟ مالكش دعوه بجمهوري لو سمحت. شفت بقى؟ شفت انت جايب لنفسك الكلام، هنتصور ونمشي على طول. امسكي امسكي يا نجمه، ده الكارت بتاعي، قلبيني في اي وقت هرد عليك على طول. مش معقول كده، انا زهقت. مش كده، في ايه؟ بس يا جماعه الاستاذه هتتضايق وهتمشينا كلنا. الله، قرف ده، بجد. عايزه ايه يا استاذه؟ اصل انت مش فاهمه. تعالي بصي،
اصل الناس دي في منهم اللي عايز يتصور، في منهم اللي عايز يسرق، في منهم اللي عايز يتحرش. لو سمحت مالكش دعوه بجمهوري، سيب اللي عاوز يتصور يتصور، واللي عاوز يسرق يسرق، واللي عاوز يعمل اي حاجه تانية يعملها. نعم. طب البسي يعني بقى. ما عدا الاخرانيه دي طبعا يعني. ليه يا استاذه بنسيب الاخرانيه دي؟ ده حتى يبقى من ست اعلاني عظيم جمهور ليلى عابد يتحرش بها اثناء تاديتها دورها في فيلمها الجديد يا استاذه. عبد الله انت الصحافه دلوقتي، مش ممكن دماغك دي. انا كنت عايز اعمل دعايه للفيلم وخلاص. مش وقته خالص. يلا يا ابني يلا يا ابني يا حبيبي، في ايه؟ في ايه اول مره تشوفوا فنانين لايف؟ اتكل على الله يا انت وهو. ايه؟ هيقولوا علينا ما بنفهمش في الاصول. ايه ده؟ مش ممكن، مش انت المعلم قبح؟ قبح انح بقى قبح. هي التعبير خانها، بس خانها التعبير. ايه يا استاذه في ايه؟ انا المعلم انح. ايه افتكرتيني؟ ايوه طبعا فاكراك يا معلم، ازاي بس انساك وانا متربيه في وسطيكوا. ازيك يا ست ليلى؟ ها مش عارفاني؟ انا محمود حوكه. ها ايه محمود مش فاكراني؟ مش انت وزمان لما كنت بلعب معاك انت واستاذ حسن وانتوا صغيرين؟ لا مش فاكراك. مين؟ محمود. فاكره لما كنت بتلعبي عروسه وعريس مع حسن تحت بير السلم؟ مش انا كنت ببقى واقف على الباب بره عشان اي حد لو جاي. كنت بتقف لهم على الباب درجي؟ وفرحان قوي. ما احنا كنا صغيرين مش فاهمين. بس حسن كان كبير وفاهم. انت هتتقصع لي يا انح؟ هتتقصع لي؟ ايوه افتكرتك يا محمود، وافتكرت كمان لما كنت انا اقف اراقب لكم السكه بره لما كان حسن يعمل عريس وانت تعمل عروسه. نعم. حسن يعمل العريس وانت تعمل لا مش فاكرها انا دي خالص. مش فاكرها؟ ما احنا كنا صغيرين مش فاهمين يا انح. بس حسن كان كبير وفاهم. ما تعمليش كده يا انح عشان بتعصبني. حسن كان كبير يا كوفي. خلاص يا انح. يا جماعه كانت ايام. عموما انا مبسوطه قوي ان انا شفتكم. هضطر بقى استاذن دلوقتي عشان اجهز للتصوير. يلا باي. ست ليلى بعد اذنك بس ثانيه واحده. ايه؟ هو البوت اللي في الافلام حقيقي ولا جد انا هتجنن من الموضوع اللي مش عارف. انت بتقول ايه؟ يعني انت هتتبسط النهارده؟ ايه اللي الادب والسفاهه اللي انت فيها دي؟ انت ازاي بتقول لي كده؟ انا ما بعملش بوس الا اذا كان في سياق الدراما. بعد اذنك. ما بعملش بوس. اتفضلي يا استاذ. منين يا استاذ؟ بينا يا فنانه. ياه اخيرا شفنا الفنانه ليلى. ده فكرتنا بالذي مضى والذي كان والذي هو والله. ياه شيل ايدك من عليا بقول. شيل ايدك من عليا. شيل ايدك يا اخويا من عليا. كنا صغيرين مش فاهمين احنا. بس حسن كان كبير. ما تضايقنيش يا انح بالحركه دي. انح ما تترقصش يا انح. الله. وبعدين انت ايه اللي وداك تحت بير السلم امبارح؟ كنت بسترجع ذكرياتي مش اكتر. ظلمتك يا اخي والله. يا بيومي. ايوه يا استاذ، ايوه يا استاذ كله. يا ابني انت وهو اترزع بقى في حته يا اخي والمصحف اعمل في وشك ايه؟ ما هو بايظ. حرام عليكم انتوا خلقكم عامل ايه ده؟ ايه؟ انا عارف حضرتك. انا مش حضرتك بتاع مسلسل الداعيه؟ داعيه؟ ايوه مسلسل الداعيه البطل استاذ علي سلامه. لا التاني بتاع رخيصين. انت اللهم صل على النبي عليك. ركز يا عم انت. امال انت مين انت؟ انا تامر هجرس. ايوه عارفه. الطويل ده ابو عضلات. ايوه انا. اللي لونه اصفر ده. ايوه اقعد يلا اقعد بقى انت وهو. ايه ده ايه ده ايه ده؟ دكتور سنان قاعد؟ ايه ده حضرتك؟ ايه ده؟ ايه حضرتك القلاطه اللي فيها دي؟ ايه يا معلم انح في التمثيل؟ بص ما تكلمنيش يا معلم انح، انا ما اتفرجتش غير على اجنبي. ايه ده؟ عارف فيلم جاد فازر؟ ايه ده بتاع مين جاد فازر ده؟ بتاع الفنان العالمي كابتشينو. ده ايه مين كابتشينو ده؟ ده الممثل بتاع لحظات السسبس. طب بس واطلع بره بقى، بس واخرس. ماشي يا تلقيم. يلا ده تسيب لنا يلا، يلا اطلع بره. امشي يلا قوم انت كمان. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ولد في ايه يا عم؟ انت واقف اتفرج على الفيلم. انت بتزعل يد. يا انت عم مش انا اللي طردت. انا اتقتلت يا ابني. يا حبيبي انا المعلم. لم وشك يا اهو يا سيدي. اقف ورا يلا بسرعه. حاضر. اوعى. ايه ده؟ ده حاجه تترزعوا هنا ومحدش يتحرك. انا عايز المكان فاضي. خلاص؟ هو انت اسمك ايه؟ يلا تعالي 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 يا موائل. خش تعالى يا موائل.
اخبارك ايه؟ ايه يا حسن عامل ايه؟ طبخلنا ايه النهارده؟ لا طبخلك بقى الاكل اللي انت بتحبه كله. ماشي. هو انا كلامي بقى ما بيتسمعش، انا مش قلت عايز الزفت الحاره دي فاضيه؟ ايه ده انت بتزعق لنا ولا ايه الحق؟ استنى انت يا حسن. يا دين. الشبح اسمه ايه بقى على الصوت العالي اللي انت عامله ده؟ لا اتكلم معاك كويس. ده ايه اللي انت عملته ده؟ اتكلم معاك كويس. طب تعالى لي بقى لا دي شكلها حاره لا بشبه كده وهنقل ادبنا. دينا معلش انا ما خدتش بالي بس هو الواد ده عمل لك كده ولا ايه؟ تصدق عمل لي كده فعلا؟ انا اتهيأ لي انه عمل لك كده. هو فعلا عمل لي كده. معقوله يكون عمل لك كده؟ عمل لي كده وسكت. لا ما انت غلطانه، واحد يعمل لك كده ما تخليك تحت يا ابني، ما انت كل ما تطلع عن مرمطك. تصدق انت عندك حق. صرافي يا دينا. الحقوني يا ناس، الحقوني. ايه ده في ايه يا سي حسن؟ ما تبقاش يا حسن، الراجل هيموت في ايديك. ما يموت في ايديها، جابوا النفس واد قليل الادب لازم يتربى، وبعدين وقع في ايد مين؟ وقع في ايد دينا. الناس دي ضيوف عندنا. ضيوف عندنا؟ استنى يا دينا. قرايبكم ولا ايه؟ لا خالص. اشتغل يا دينا. يا كفره يا سي حسن حرام كده، الظلم حرام. ايوه يعني تعرفوهم يعني ولا ايه؟ استني يا دينا. صاحبك مثلا؟ لا خالص. اشتغل يا دينا. يا مشركين. يا حسن حرام عليك يا حسن، الناس دي ضيوف عندنا. خلاص يا دينا سيبيه. خلاص يا باشمهندس، حقك علينا احنا يا باشمهندس. حقك يعني ايه حقه عليك؟ يعني ايه؟ واحد غلط ولازم يتربى. تعال مالك؟ ينفع اللي حصل حضرتك ده؟ ايه ده؟ ينفع اللي حصل ده؟ حصل؟ ايه اللي حصل؟ سنانك مالها؟ طلعتها. هتنزل ما تقلقش. تعال. انتوا مين دول؟ جايين هنا يعملوا ايه؟ دول جايين اكيد يصوروا فيلم. دول جايين يصوروا فيلم؟ جايين يصوروا فيلم. تتكلم جد يصوروا فيلم؟ يا سلام. أيوة. يا سلام. عارف حضرتك احنا لينا معارف في السينما برضو، تعرف الاستاذه ليلى عابد؟ وفي حد ما يعرفش البومه؟ ايه يا دينا ما خلاص العمر عدى خلاص يا بنتي. ليلى عابد انا اعرفها اصلا من زمان، كنا مع بعض في الكليه. تعرفها؟ يا جماعه هي بطله الفيلم اللي جايه تصور النهارده. يا نهار اسود، كانت ناقصاها. ليلى عابد جايه تصور النهارده؟ ايوه. دينا اطلعي انت دلوقتي، اطلعي دلوقتي. طبعا اطلع دلوقتي عشان ترجع قصه الحب القديم يا راميو. مش مساله روميو، خلاص الشكل اختلف يا بنتي والصلعه مبهدلاني. يلا اتكلي انت على الله. مش هطلع. اطلعي بقول لك يا دينا. مش طالعه. بقول لك اطلعي احسن لك. وربنا ما هطلع. اطلعي بدل ما مرمطك. يا عم مش طالعه. اطلعي بقول لك. خلاص نطلع احنا يلا. ماما نطلع بقى بعدين عشان خاطر ما الناس ما تلمش علينا في الحاره. الله، ما خلاص بقى يا ست دينا، في ايه؟ احنا مستحيل نخليهم يقربوا من بعض يعني، هو احنا واقفين كوركات في المنطقه؟ بقول لك ايه، انتوا اصحابه هتداروا عليه. لا كل اللي كده يا ست دينا، احنا لازم ننزل الطرف. شرف ايه يا محمود؟ ده انت كنت بتقف لهم درج زمان. والله ما قلت لها حاجه. مش كده يا انح؟ شيل ايدك من عليا بقول. شيل ايدك من عليا. كنا صغيرين مش فاهمين. بس حسن كان كبير ما تضايقنيش يا انح بالحركه دي يا انح. انا طول عمري كبير يا معلم ولا ايه؟ يلا اطلع يا دينا. ماشي انا هطلع دلوقتي، بس قسما بالله يا حسن لو عرفت ان انت واقف معاها مش هيحصل لك طيب. ماشي اتكل على الله. يلا يا واد يا وائل. تحب استناه بره؟ لا بص ما تفتريش بالقوه اللي ربنا اداها لك دي، ها؟ مش عشان عملت شويه عضلات هتفتري على الناس. يلا اتكل على الله. لسه جاي من الجيم وسخنان. خلاص يلا. ماشي. انا عايز اعرف. يلا. يا تروما يا تروما. معلش احنا اسفين جدا. معقوله ليلى عابد جت لغايه هنا، جت لذكرياتها القديمه اكيد عارفه طبعا، وبعدين ما هي اللي غلطانه، المفروض هي اللي عارفه مكان انا ما اعرفش مكانها. كانت زمان يعني من زمان كان المفروض تيجي تزورني، بس مش اشكال الحمد لله انها جت. انا حاسس ان انا سخن، حاسس ان انا ساقع، حاسس 100 احساس في يا بعض. حسن اهدى بلاش تهور. اهدى يا حسن.
ما ينفعش كده، مراتك موجوده، لو شافتكوا مش هيحصل كويس. خلاص عشان ما تشوفناش عايزك تقف لي على الناصيه. ها ماشي. اول ما هي تيجي تقول لي ايه وشك. ايوه هقول لك وشك اول ما تيجي. ايوه زي زمان. ها ايوه زي زمان. يلا تحب انت الحكايه دي؟ تعالى بس اشرب عصير واهدى. ها وروق نفسك. ليلى عابد هنا يا معلم. ايوه يا سي حسن تعال. ليلى عابد هنا يا حمار. أنح سماسم. النوح. سماسم مراتي. سماسم مش هتيجي. مش هروح. وبعزم ما عندي بقول بتوت مجروح. مش هروح. مش هروح. وحشتني يا أنح. وحشتني يا بنت. يا اختي الشنب حلو صغنن يا اختي. أنا عافلك على الناصية بره ولا ايه؟ يا محمود دي مراته يا ابني، مراته. لا مؤاخذة يا اخي يموت الزمار. يموت الزمارة. جميل يا خرابي. بس يا بنت بغير من شلبي. عامل ايه يا أنح؟ الحمد لله يا بنت، عامله ايه؟ الحمد لله. بقول لك ايه الكراكيب اللي في الحاره دي؟ هو في ساكن جديد؟ ساكن ايه يا بنت؟ ده هيصوروا عندنا هنا فيلم سينما. فيلم؟ هنطلع في التلفزيون؟ دي اشكال تطلع في التلفزيون؟ ما ينفعش يا بنت، هيصوروا حيطان الحاره. امال مين هيطلع في الفيلم؟ الفنانه القديره ليلى عابد. ليلى عابد. ليلى عابد؟ ايوه ليلى عابد. ليلى عابد يا خرابي دي صاحبتي. يا لهوي دي عشره عمري، صديقه عمري والله يا أنح. والله انت غلبانه. انت فاكره ان ليلى عابد هتفتكرك انت؟ طبعا تفتكرني، ده انا كنت معاها في المدرسه، ده انا كنت كاتبه اسرارها. كاتبه اسرارها على الطلاق ما هتفتكرك. يا لهوي يا أنح انت نسيت. مش انا قلت لك ان هي كانت تروح تقول لامها ان هي عندي في البيت وتنزل تقابل حسن في بير السلم يلعبوا عريس وعروسه؟ حتى بالاماره محمود كان بيقف لهم ما خلاص بقى يا ست الناس، ما تسكت مراتك يا أنح. يا محمود انا رايي تهاجر هجره غير شرعيه. ايوه مش هتفتكرك يا بنت صدقيني. ولا الهدوم اللي كانت بتاخدها تروح تصور بيها. على الطلاق ما هتفتكري. والنعمه هتفتكرني. تراهنيني؟ اراهنك. ماشي خلاص. اقول لك على حاجه. ايه؟ لو افتكرتك 2000 جنيه مني. هتديني فلوس؟ هديكي فلوس، بس لو ما افتكرتكيش هحلق راسي بالموس. يا ريت. واقول لك على حاجه كمان، انت اللي هتحلقها بايدك. ده يوم المنى يا بنت. بس بقول لك ايه، عايزه شويه كباب وشويه بط وشويه حمام وشويه فاكهه وشويه عصير وحاجات كده كتير. ليه؟ هو في وليمه؟ وليمه ليه؟ تحب النكت انت؟ لا ده كله عشان خاطر ليلى. ما اكيد ليلى هتيجي تقعد عندي في البيت، روح وضب البيت ووضب نفسي وابعت لي حاجات على البيت. ماشي؟ يلا اتكل على الله. يا حبيبتي يا ليلى. والله العظيم البت دي مخدوعه، الفكره ان ليلى عابد هتفتكرها هي. يا ابني دي اصيله، يا ابني ليلى دي اصيله، ما دام جت تصور عندنا يبقى اصيله. بص يا استاذه هنشوط المشهد من هنا، ماشي؟ اوكي. ركزي معايا بقى. انا قلقانه معلش يا استاذ قوي. لا 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 ما تقلقيش خالص، اوعي تقلقي وانا موجود. انت ما شفتيش اخر فيلم ليا الناس كانت بتسقف ازاي؟ ايه ده وانت سمعتهم بنفسك؟ لا انا حسيتهم بس. الحمد لله الحمد لله. بس ركزي بقى في المشهد اللي جاي، استحضري الحاله، ماشي؟ يلا. ليلى. ايه ده؟ حسن؟ ازيك يا ليلى؟ ازيك يا حسن؟ عامله ايه؟ الحمد لله. وحشتيني قوي يا ليلى. وانت كمان وحشتني قوي يا حسن. يا شكلك اتغير خالص. وانت كمان تخنت شويه. ما عرفتيش تحافظي على نفسك زي خالص. انت تخنت شويه يا حسن. لا شويه صغيرين يعني. يا وما سالتيش عليا الفتره دي كلها يعني، انت عارفه المكان، كان على الاقل تيجي تسالي عليا. انا اصلا مش مصدقه نفسي ان احنا اخيرا اتقابلنا. يا انا مش عارف اقول لك ايه يا ليلى بجد. طب انت هتخلصي التصوير واحنا مع بعضينا بقى، ها؟ ماشي. يا استاذه عايزين نصور مش وقته. ثانيه واحده بس، اصل انت مش فاهم، حسن ده حب قديم قوي، اول حب في حياتي، بس الظروف ما خلتناش نتجوز. يا حسن. الله يا استاذه دي قصه رائعه. الفنانه ليلى عابد ترجع الى حب عمرها القديم مره اخرى. يا ابني مش وقته، عايزين نصور، يلا يا جماعه نجهز. فين يا استاذ؟ طب بص يا حسن، ممكن بس تستنى على جنب شويه لحد ما نخلص تصوير وبعدين نتكلم؟ طب بس عشان ما تمشيش يعني، افرضي ما عرفش اقابلك بعد التصوير. لا ده رقم تليفوني وده عنوان
مكتبي، هنبقى نتكلم بعدين. عندك مكتب؟ اه. قبل فيه الناس؟ يا ما شاء الله ما شاء الله. ماشي، سيبنا نشتغل بقى دلوقتي يا ماشي حسن. اتفضلي. ماشي بس اوكي. بعد ما تخلصي مع بعضينا، لان يعني ماشي. اوكي يلا. ماشي. اتكل الله. يلا. يا حسن. ايه؟ مفيش. بتقول لي حاولت تنتحر 4 مرات، واخد بالك؟ وبعدين انقذوها في اخر لحظه، مره قطعت مناخيرها كده يعني. ايوه. وعملت عمليات تجميل، كل اللي فيها دي تجميل. ما انا عارفها، احنا ما كنتش معاك واحنا صغيرين، انت نسيت ولا ايه؟ لا ما انت ما كنتش فاكر لان انت بتبقى بره، احنا اللي كنا جوه. بصي بقى يا استاذ، بصي حضرتك، الكاميرا هناك اهي، ماشي؟ حضرتك هتيجي من هنا، اوكي؟ هتيجي كده وانت ماشيه بتدلعي كده، ماشي؟ عماله تعملي كده، اوكي؟ فجأة هتلاقي حبيبك، هتروحي لفه وتقولي له حبيبي لقيتك يا حبيبي. عايز بساطه في الاداء، ما طيب، تكفريش، أوكي، ماشي. اوكي، يلا نجهز. امنع الصوت يا ابني انت وهو. كلاك موجود يا استاذ، نجهز. موجود. ازيك يا فنان، ازي حضرتك؟